تقريبا خلاص فاضل اسبوع على عرض فيلم اوبنهايمر. الفيلم ده اللي العالم كله منتظره حاليا. بس النهارده انا مش جاي اتكلم عن الفيلم لان الفيلم هو لسه ما نزلش، ولكن انا جاي اتكلم عن ما وراء الفيلم، تحديدا جانب التصوير. ولو انت مش عارف فالفيلم ده مختلف جدا في التصوير بتاعه عن اي فيلم تاني ممكن نكون شفناه، وده لانه بيقدم تجربه مختلفه جدا من جانب صناعه الفيلم او من جانب الفيلم ميكنج، ممكن كلنا كفيلم ميكرز نستفاد منها او نلهم من خلالها. فبس كده من غير كلام كتير، مش عايز اطول عليكم وخلينا نبدا. Now I am become death, the destroyer of worlds. And I know what it means. طيب قبل اي حاجه لازم نكون عارفين شويه اسماء. الاسماء دي هي مهمه جدا في عالم صناعه السينما، وانت هتعرف ليه. اولا طبعا المخرج بتاع العمل وهو كريستوفر نولان، وده لو انت مش عارف فهو من اشهر 5 مخرجين في الفتره الحاليه، وممكن نقول كمان ان هو من افضل 10 مخرجين جم على مدار التاريخ. وده لو معناه حاجه فمعناه ان الراجل ده مش بيعمل حاجه وخلاص. اي حاجه احنا شفناها ليه او لسه هنشوفها ليه قدام لازم نكون عارفين ان هي هيتحط فيها حاجه مختلفه وهتغير في عالم صناعه السينما بعد كده. وبالمناسبه شفنا منه افلام كتير احنا بنحبها واثرت فعلا في عالم صناعه السينما، زي ذا دارك نايت، مومنتو، تينت مثلا، انسبشن، انترستيلر. كل دي اعمال من اخراج كريستوفر نولان، واكيد اغلبنا عارفها او كلنا عارفينها. ولو انت مش عارفهم كلهم فاكيد انت عارف حاجه واحده بس منهم. ومن الاعمال اللي هتكون موجوده في بروفايل المخرج ده وهو فيلم اوبنهايمر. فخلاص احنا اتعودنا من كريستوفر نولان على اعمال مختلفه بتغير في تاريخ السينما. غير كده احنا عندنا قائمه كبيره قوي 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 من نجوم الصف الاول في هوليوود، يعني دي تقريبا اضخم قائمه فيها نجوم صف اول في تاريخ السينما الهوليووديه مثلا، ممكن نقول كده. فعندنا مخرج حلو جدا عمل اعمال غيرت في صناعه السينما، وعندنا ممثلين حلوين جدا، كل ممثل اكيد شارك في دور بطوله، وكلهم متجمعين مع بعض يعملوا فيلم. فاكيد انتم متوقعين شكل الفيلم ده هيكون عامل ازاي. فبس كده دي كانت مقدمه عن الفيلم، مين اللي عامله ومين اللي طالعين فيه من ممثلين. فبس كده مش عايز اطول عليكم للمره الثانيه وخلينا نبدا. طيب خلينا نبدا بالحاجه اللي هي سبب عملي للفيديو ده من الاساس، وهي التصوير. وطالما جبنا سيره التصوير فلازم نجيب سيره حاجه مهمه جدا، وهي الاي ماكس. وزي ما انتم عارفين اكيد فالافلام بتتصور على كاميرات ديجيتال او كاميرات زي اللي انا بسجل عليها دلوقتي، والفيلم او الفيديو اللي بيتسجل بيتسيف على كروت ميموري زي دي. ولكن كل ده مش موجود في فيلم اوبنهايمر. على عكس كل الافلام اللي بتنزل الفتره دي، ففيلم اوبنهايمر مش متسجل على كروت ميموري زي كده، ولا متسجل على كاميرا ديجيتال زي كده. هو متسجل على فيلم زي شرايط الافلام او الفيلم ستريب اللي كان بيتصور عليه الافلام بتاعت زمان، اللي هي بالمناسبه احلى بكتير. خلينا اقول لك ان ده ما يعتبرش انبهار ولا حاجه، الانبهار جاي دلوقتي، وهو ان الفيلم ده متصور على اي ماكس ستريب. الافلام بتاعت زمان لما كانت بتتصور على فيلم خام عاده كانت بتتصور على 16 مللي، ولو الفيلم ده بلوك باستر او فيلم هينزل في السينما والفيلم ليه حجمه وفيه ممثلين كبار فكان بيتصور على 35 مللي. فيلم اوبنهايمر متصور على اي ماكس 70 مللي، مش 35 ولا 16، وده معناه انها جوده ضعف جوده الافلام البلوك باستر اللي كانت بتنزل زمان، اللي كان بيبقى فيها اجمد ممثلين. وطبعا لو جينا نقارن الفيلم ال 70 مللي بكاميرات الديجيتال بتاعت النهارده فهنلاقي ان الفيلم ده ولا هو بيساوي 4K ولا 6K ولا 8K ولا 12K، هو بيساوي 200K او 18K. انت متخيل حجم الجوده عامل ازاي؟ وده بيخلي تجربه مشاهده الفيلم هي افضل تجربه انت ممكن تتفرج عليها في سينما، لان الفيلم الاي ماكس في الحاله دي بيتعرض كمان على سينما اي ماكس، اللي هي بتبقى سينما اكبر بكتير من السينمات العاديه. ومش بس كده، انت كمان بتشوف الصوره بابعاد مختلفه على شاشه كيرفت، فبالتالي انت بتحس ان انت عايش جوه الفيلم. يعني انت حرفيا بتبقى عايش جوه الفيلم، مش مجرد ان انت بتشوف فيلم 16:9، بل انت بتشوف فيلم 4:3 تقريبا. وده بيخلي تجربه مشاهده الفيلم هي تجربه انت مش هتاخد زيها تماما، وهتحس بالظبط كانك عايش جوه الفيلم. فتجربه مشاهده الفيلم الاي ماكس هي افضل تجربه انت هتاخدها في مشاهده فيلم في السينما، وده بيرجع لسبب حجم الشاشه اللي انت بتشوف عليها، حجم الكواليتي الرهيب اللي بيتصور عليها الفيلم، الساوند سيستم او توزيع الاصوات اللي حواليك بيبقى عامل ازاي. فهي دي من الاخر افضل تجربه مشاهده انت هتاخدها في حياتك. طيب خلينا دلوقتي نتكلم في بعض الحاجات المختلفة اللي حصلت أثناء تصوير فيلم اوبنهايمر. خلينا نبدأ بأول حاجة، وهي إنهم صنعوا فيلم خام مخصوص بيصور أبيض وأسود بس علشان يصوروا أجزاء معينة في الفيلم. لو جينا بصينا على جانب الحكي في الفيلم أو جانب الستوري تيلينج هنلاقي إن الفيلم بيمشي على خطين. أول خط وهو الخط التاريخي أو الجانب اللي العالم بيشوفه ناحية اوبنهايمر، وهو ده الجانب اللي متصور بالألوان، والجانب الثاني اللي هو بالأبيض والأسود، والجانب ده اللي هو بيدور في عقل العالم ذات نفسه اللي هو جي روبرت اوبنهايمر، اللي هو
هو الشخصيه الرئيسيه في الفيلم، فهم صنعوا فيلم خام مخصوص بيصور بالابيض وبالاسود بس، والصوره الحقيقيه بتاعته ابيض واسود، ويخلوا الجانب اللي بالابيض وبالاسود هي الحاجات اللي بتحصل من وجهه نظر او من منظور جي روبرت اوبنهايمر. وحسب كلام كريستوفر نولان فهو قال ان هو لما جه يشوف المشاهد اللي متصوره بالابيض وبالاسود فهو انبهر بيها وعجبته جدا، فمعنى كده ان احنا هنشوف حاجه مختلفه شويه في تصوير الفيلم ده، وفي الغالب دي حاجه هتكون حلوه وهتعجبني انا، وفي الغالب كمان هتعجبكم انتوا، لانها حاجه مختلفه نوعا ما بين التصوير والستوري تيلينج او حكي القصه في الفيلم. تاني حاجه وهي العدسات. لحظه واحده. هم دول. في العادي بيبقى عندنا عدسات بأبعاد بؤرية مختلفة، عدسة وايد، عدسة ميديوم، عدسة كلوز، وهكذا. وهنا الوضع بيختلف. لما شفت الإعلان بتاع الفيلم لاحظت إن أغلب المشاهد اللي متصورة على كلوز المفروض هي مش متصورة بكلوز لينس. الصورة في الحالة دي بتبقى منبعجة أكتر، وده بيثبت إنها مش متصورة بكلوز لينس. ولما بحثت أكتر عن العدسات اللي هم بيستخدموها في التصوير عرفت إنها عدسات مختلفة عن العدسات اللي زي كده. علشان تصور شخصية من قريب بالعدسات اللي هم بيستخدموها لازم تقرب من الشخصية وتخلي العدسة قدام وشه، وده معناه إن هم بيستخدموا عدسة ببعد بؤري واسع مش ضيق زي العدسات الكلوز، لان العدسات الكلوز انت لو بعدت بالكاميرا هتعرف برضو تجيب وش الشخص بس، وهيبقى وش الشخص جاي في حجم زاويه ضيق، ولكن ده ما حصلش اثناء تصوير الفيلم. يعني علشان تصور شخصيه من قريب لازم تقرب وتخلي العدسه حرفيا قدام عينه وانت بتصوره. ولو انتم مش عارفين فخلينا اقول لكم ان بيبقى صعب جدا على الممثل ان هو يقدر يمثل في الحاله دي، فكره ان العدسه قدام عينه والكرو كله حواليه، وفكره كمان ان الصوره بتبقى ديستورتد او بتبقى منبعجه في الاحجام الضيقه، دي حاجات احنا مش بنشوفها كتير وتقريبا احنا ما شفناهاش. ولكن لو فكرت فيها هتلاقي ان ده معناه حاجتين مهمين جدا. اولا وهو ان الممثل هيمثل بشكل افضل بكتير وبشكل احسن بكتير من الشكل اللي احنا كنا بنشوفه في العدسات الكلوز. وتاني حاجه وهو ان احنا هنقرب من الشخصيه ولكن بمنظور عينينا، يعني انت عينك مش كلوز، فبالتالي انت لو قربت من شخص فعلا في الحقيقه فانت هتشوفه بشكل ديستورتد. وكريستوفر نولان تقريبا المخرج عايزنا نحس نفس الاحساس ده بالظبط، عايزنا نحس كاننا معاه هو في الفيلم واحنا كنا شايفين اللي بيحصل ده بعينينا مش بعدسه كاميرا. فانا متحمس جدا لحاجه زي كده، لان دي حاجه هتاثر على رؤيتي انا للاحداث، ودي حاجه كمان هتأثر على تعاطفي انا مع الشخصية ومع اندماجي مع الاحداث. 8, 7. لو انت مش عارف فالمخرج كريستوفر نولان هو حد بيحب ياخد كل حاجة بالكاميرا، مش بيحب يصور على كروما، مش بيحب يستخدم CGI. وعلى الناحية التانية فقصة الفيلم مكتوب فيها مشهد ان في قنبلة ذرية هتنفجر. بالفعل مشهد القنبلة الذرية اللي هيظهر في الفيلم كمان اسبوع هو مشهد اتصور 100% حقيقي بدون اي CGI، وده بالفعل حصل اثناء تصوير الفيلم. هم راحوا في مكان في وسط الصحراء في الحقيقة فجروا قنبلة ذرية بدون استخدام اي CGI. It's enormous. To set eyes on, so you just can't recreate the elements still with there. I remember at the end of the day, like I was dizzy and I was. برضه كريستوفر نولان قال ان الناس هتحس باحساس انفجار القنبله الذريه في السينمات، وده مش معناه ان هم هيفجروا قنبله ذريه بالفعل اثناء مشاهده الفيلم. فبصراحه ثقه الراجل ده تخلينا واثقين او متحمسين في اننا يعني نشوف حاجه زي كده، لان الراجل ده عنده مبدا في ان هو ما يستخدمش CGI وان هو يعتمد بس على المشاهد الحقيقيه بنسبه 100%، وده لان هو عنده مبدا وهو انه يخلي المشاهد حقيقيه مش معموله بالجرافيكس، وان هو ما يستخدمش CGI. دي حاجه تخلينا واثقين فيه ومتحمسين للحاجه اللي هو هيعملها، لان هو حد عايز ياخد كل حاجه بشكل حقيقي وعايز فعلا يعني يخلي القصه دي قصه حقيقيه قدر الامكان ما فيهاش يعني 1% CGI، وده اللي بالفعل حصل. الفيلم 0% CGI، ما فيهوش اي مشهد معمول بالجرافيكس او بال3D. الفيلم طبعا فيه قصه ومونتاج واخراج، ولكن دي كلها حاجات احنا ما نقدرش نحكم عليها من قبل ما نشوف الفيلم. بس بصراحه انا تحمست جدا لجانب التصوير والتجربه التصوير في الفيلم ده، ودي حاجه فعلا ممكن تدينا كلنا كفيلم ميكرز الهام، او ان احنا نشوف الراجل ده بيعمل ايه ونحاول نتعلم منه وناخد من التجربه بتاعته، وان شاء الله هتبقى تجربه حلوه اكيد، وده اللي انا واثق منه، وتحديدا طبعا في جانب التصوير. وبس كده، دي كانت كل حاجه معانا لفيديو النهارده. ان شاء الله يعني ممكن نبقى نتكلم في جوانب زي مثلا جانب حكي القصه او جانب المونتاج في الفيلم، ولكن بعد ما الفيلم ينزل ونشوفه علشان بس نعرف نحلل الفيلم او نعمل له بريك داون ونفهمه اكتر. وبس كده، اخيرا لو الفيديو عجبك ما تنساش تعمل لايك وما تنساش تشترك في القناه لو انت ما اشتركتش، ولو عندك اي نقاش انت عايز تفتحه بخصوص فيلم اوبنهايمر فممكن تكتبه تحت في الكومنتات ونتناقش مع بعض في حاجات انتم ممكن تتكلموا فيها. وان شاء الله اشوفكم في الفيديو اللي جاي. سلام.